قلت يمها ايش في. بس خططت هون انه تصور فيديو سمع الاصوات اللي صارت. المهم نسيت شغله، المفروض الحين اسوي الفطور عشان الوقت اللي كنت بسوي فيه التخت يكون طبخ البيض. بس المهم الحين حسويه. بشرب هاي كاسة المي عشان لازم ابلش يوم بكاسة مي، وانتو كمان بشرب بكم كاسة مي عشان كثير مفيد. اكتب ماي تو دو ليست. صراحة فكرة انه صرت اكتب تو دو ليست حقي من افضل الشغلات اللي بلشتها معي السنة، من افضل الشغلات اللي سويتهم صراحة بكل حياتي. فانصحكم بقوة انكم تسووا هيك، انه تتشجعوا تسووا هدوك الشغلات اللي بدكم تسووها باليوم. وكمان مثلا انكم بدكم تسووا عادة جديدة، انه مثلا تعملوا فطور كل يوم او تاكلوا فطور كل يوم، حتكتبوها بالنوت بوك. كل مرة تاكلوا الفطور او كل مرة تكتبوها بالنوت بوك راح تتعودوا، راح تصيروا انه هيك متعودين على هاي الشغلة، حتصير من عادتكم اليومية، فاهمين؟ وبشوي شوي حتصير انه عادة، وما تكتبوها بالنوت بوك عشانها عادة. زي ما بتغسلوا وجهكم وما تكتبوا بالنوت بوك انه اغسلي وجهك عشان انتوا عارفين انكم حتغسلوا وجهكم، نفس الشيء. ما ادري اذا فهمتوني، بس المهم هكتب تو ليست حقي. الحين هون راح اكتب بهذا الدفتر حق الدراسة، انه بكتب عليه ملاحظات وشغلات انه بدي اكتبه مع الدراسة، فاهمين؟ انه بس اتخصص للدراسة. راح اكتب انه المواد اللي بدي ادرسها اليوم واللي بدي اذاكرها وبس. والله حنعمل تو ليست حق الدراسة اوكي، مش حق حياتنا. سيبكم يا اخوان من الكاسة، بس كتير بحبها صراحة عشانها كاسة طفولتي يا اخوان. بس راح احس اني ابدعت يا اخوان بالفطور. هي اول وجبه راح اكلها اليوم، ما ادري اذا هي غدا وفطور، بس المفروض فطور يعني. بس معلومه انه هاد تاني مره بصور لكم هذا الفيديو عشان صورته امبارح، بس كان في كتير شغلات ومشاكل فما عجبني، فحكيت اليوم حرجع اصوره. المهم امبارح اكلت شكشوكه بالفطور، بس اليوم اكلت اكل يعني سندويشة او توست مع طماطم وبيض. اوه القهوه، هاي القهوه يا اخوان جنن. المهم يلا نجرب. يعني صراحة مش أول مرة باكلهم عشان كثير من مفضلاتي هذا الفطور، بس يلا بسم الله. إذا أنتم متابعيني من زمان بتعرفوا إنه هذا مفضلاتي، مش من زمان يعني بالفلوجات، كل فلوجاتي لازم أكل بيض. بقيمها صراحة 10/10، لو إنه شوي باردة عشان كنت بسوي في القهوة، بس عادي 10/10. المهم دحين حتفرج يوتيوب وأفطر، بعدين برجع لكم. باي. ودحين حتغدى، وهاي الأكلة أو هاي الصوص عملتها البارح العشاء، وبس والله دحين حسوي لها شوية مي عشان الصوص حقها ما أدري إيش سوالها اختفت، وراح أسوي معاها اليوم معكرونة مش رز. فدحين جالسة استناها تغلي عشان هيك يكون في صوص، وبعدين ححط لها أو حضيف لها جبن عشان تصير قوام كريمي، بعدين ححط معكرونة وحتغدى. اسمع شوفوا، رحت خلاص رحت اتغدى، بعدين لقيت هذا الغسيل جالس ينغسل، واصلا شو اسمه الغسالة مش شغالة، فاهمين؟ فاستغربت قلت يمها ايش في، كيف هي تنغسل هي اصلا مش شغالة؟ ف فالاقي هون ايش، الاقي جوا الاقي جوا هذا البيتزا كانت جوا، مش فاهمة ايش دخلها جوا. يما من العشوائية.
هنا عندنا صحن البيتزا، عندها زي اكلي باستا مع جبن، حبة هوت دوغ. فاذا خلصت بعطيها كمان. عجبها وتدا للإضاءة كالعادة. هلا والله جبت اشي هيك عشان استند على الكاميرا والحمد لله زبط. فاتوقع انتم شايفيني دحين كويس. المهم دحين حنجرب تاني وجبة لليوم، مع انه هذا فيديو روتين بس عادي يا اخوان، كل شي ممكن معاي. صراحة اشتكي الفيديوهات حق التجارب وكذا، يلا 2 بواحد. الفيديو حق امبارح جربت اسوي هيك اكله بالهوت دوغ وصوص طماطم مع رز. اوكي اكلت انه هيك مع رز، فحكيت انه هذيك العشاء واذا ضل منها حاتغدى بها اليوم، فعم بتغدى بها. بس حكيت ليش ما اسوي معها مكرونه مش رز. فيلا نجرب. هي الصراحه شكلها يجنن. ايش اللي ضفته حكيت لكم عليه قبل شويتين. ويلا بسم الله. يا اخوان زبطه 1000 احسن من الرز. حسيت الجبن اعطاه هيك قوام كريم، وهذا هو هدفي يعني صراحه من انه ضفت لها كمان جبن. صراحه تجنن. انصحكم بقوه كمان انكم تجربوها. 10 من 10. اكلنا اليوم كنت موفق الحمد لله. باي. فهنا معانا منتجات العناية بالبشرة. عادة يعني كل يوم تقريبا بحب استخدم هدول شغلتين. باقي انه هيك ديب كلينين، انه زي هذا بلاك ماسك اللي هو الماسك الاسود اللي بينظف البشرة من الاعماق، فاهمين؟ فما بستخدمه يوميا. فهذا اللي بستخدمه يوميا تقريبا. فهذا بستخدمه للجسم، بيعطي نعومة وريحة كتير حلوة صراحة، عشان هو اصلا بزبدة الكاكاو. فالمهم هذا هو البادي لوشن، وهاي فازلين بستخدمه للشفايف انه ترطب الشفايف. فاذا ما عندكم مرطب شفايف او اي شيء تقدرون تستخدمون فازلين كترطيب للشفايف. والصراحة تعطي افكت يجنن صراحة، يجنن جدا واجد كتير. بس والله اتوقع نيفيا مع المقاطعة انه ضد القضية، اتوقع ما ادري صراحة. بس المهم هذا مش جديد يا اخوان، كل اشي شفته دحين مش جديد. فبس والله قربت تخلص. فاتوقع دحين حسوي بلاك ماسك، اللي زمان ما سويت ماسك الاسود على بشرتي، فاحسويه يمكن بس لانفي. المهم عندي هذا الماسك من H&M. بس والله يلا نجرب. مش مكتوب هون ولا اشي، وانا ناسيه كل اشي على الماسكات عشان الي زمان ما سويت ماسك لوجهي. انا حطيته ريحته زي الغرة زي الجلو، قوامه كثير لزج، فاهمين؟ فشوفوا ايدي كيف صارت. المهم يلا نجرب ونشوف اذا حلو او لا. اهلا، انا حاليا مسويه ماسك اسود ومش راضي ينشف مدري ليه. بس المهم حاسه هيك بانتعاش بانفي، شو كتير حلو صراحه. بس مدري اذا لازم اشيله دحين او لا، عشان مدري احس انه خلاص وقت هنا اشيله، مع انه ما الي زمن وانا حطيته. لا علينا. هاي اجيت اختم لكم الفيديو هنا، طولت الدراسة اجيت اختم لكم الفيديو اسولف معكم شويتين. ليش لا؟ المفيد شلت هذاك الماسك اللي كان بانفي بصعوبة يا اخوان، عشان انا سويت كمية كتير كبيرة فما كان ينشر. المفروض ينشف بعدين ينشر هيك زي الستيكر او شيء، هو ما كان يرضى ينشف. فللأسف الشديد ايش سويت انا الذكية طبعا؟ رحت اغسله بالمي فما راضي ينشال. ايش سويت؟ اخذت هذاك الشيء حق الاسنان، العود الاسنان هذاك، فصرت اشيل الماسك بعود اسنان. يس الحمد لله بعد انا طويل ينشال بس بصعوبة جدا يا اخوان. المهم النتيجة كتير حلوة صراحة. صار في كتير مرطب واملس ونعومة، يعني يجنن صراحة. فبس والله وشال هدوك الرؤوس السوداء، المفروض اسمه رؤوس سوداء. وكمان عندي مشكلة انه لتتي مريضة، فاشتريت غسول عشان اغسل فيه تمي. فهذا اول يوم اللي مع هذا الدواء او هذا الغسول، والحمد لله خف علي كتير الوجع، كل شيء كان عندي. بس والله ايش لكم عجبكم الفيديو؟ اذا حبيتوا هذا الفيديو بدكم فيديوهات اكثر من هذا النوع، انه هيك طاقه ايجابيه وحماس وانجازات وكذا، اكتبوا تحت التعليقات وان شاء الله حكتر منه. انا اصلا بحبه بصراحه. وبس والله بحبكم كتير كتير كتير، وبشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. باي.